السلام عليكم. لو انت بتفكر تيجي امريكا او هتوصل امريكا قريب وناوي تستقر هنا، في شويه حاجات كده لازم تكون عارفها وتعملها اول ما توصل. فلو انت هتعمل ده تابع الفيديو ده لغايه الاخر، الفيديو ده هيكون مفيد ليك. الاول انا اسف ان انا ما بصورش بره، لان الجو بره برد شويه، وهنا الشمس بتغيب الساعه 5 وانا بخلص شغلي الساعه 3:30 ولسه بقعد شويه بعد الشغل، فما فيش وقت ان انا اصور بره. ده غير الجو بره برد قوي بصراحه، فانا قلت اصور في الصف بتاعي. بص يا باشا، اول حاجه لازم تعملها في اول اسبوع هتوصل فيه امريكا ان انت تفتح حساب في البنك. ده اهم حاجه هنا، لان انت كل حاجه هنا بتمشي بالكارت بتاعك، الكارت بتاع البنك. الايجار، الكهرباء، التليفون، الاكل، حتى لو هتروح مطعم معاك. ان الكاش مهم، لكن الكاش مش دايما بيكون موجود في كل مكان. فالاحسن عشان تريح دماغك اشتغل بالكارت بتاعك، لان انت برضه لما تلاقي شغل ده اللي هينزل عليه المرتب بتاعك. فاول حاجه لازم تعملها ان انت تفتح حساب في البنك. طب اروح لاي بنك؟ والله في بنوك كتير جدا. في مثلا تشيس بنك، ده المفضل ليا. في بنك اوف امريكا، ده برضو من البنوك اللي موجوده هنا. في بنوك تانية من بره، بس اعتقد خليك ما بين تشيس وامريكان بنك اوف امريكا، دول هيكونوا احسن حاجه ليك يعني. وكمان انت مش محتاج غير الباسبور بتاعك تفتح بيهم، وهم يعني انا مثلا لما رحت قدمت الفيزا بتاعتي والباسبور بتاعي ورقم التليفون، وهم فتحوا لي الحساب. بعد كده رحت البنك تاني، حطيت رقم البريد بتاعي وحطيت العنوان بتاعي وحطيت حاجات تانية، رقم التليفون الرسمي وكل حاجة، عشان يبقى المعلومات موجودة في الحساب. فما تقلقش، بس أهم حاجة أول ما توصل أمريكا أول أسبوع تفتح حساب في البنك، وأعتقد تاني يوم أو تالت يوم بيكون مهم جدا، عشان بعدين هينزل مرتبك عليه. تاني حاجة السوشيال سيكيورتي نمبر، او رقم الضمان الاجتماعي. ايه بقى رقم الضمان الاجتماعي ده يا باشا؟ عارف انت الرقم القومي بتاع البطاقه؟ حاجه زيه كده، بس في فرق كبير قوي ما بين رقم البطاقه والرقم القومي. ده عندنا في مصر في الهويه البطاقه وفيها الرقم القومي، هنا الرقم القومي حاجه والاي دي حاجه ثانيه. الرقم ده اوعى 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 تديه لحد، لان الناس ممكن تاخد قروض من الرقم ده، الناس ممكن تاجر الشقق، الناس ممكن تعمل جرائم بالرقم ده. فالرقم ده اوعى تديه لحد، فاهمني؟ بس برضه في حاجات لازم تعملها بالرقم ده. اوعى بعد ما تاخد الرقم ده تروح وتجلده او تغلفه ببلاستيك عشان تحميه. ده مش الكارنيه بتاع اعدادي بتاع التامين الصحي، ده رقم مختلف تماما وممنوع اصلا ان انت تغلفه. الرقم ده بتشيله في مكان بتحفظه، لازم تبقى حافظه زي رقم تليفونك، وتخبيه ما تدوش لاي حد. لو وقع في ايد حد انت حياتك اتدمرت هنا. تمام. الحاجه اللي بعد كده لازم تعملها اول ما توصل امريكا هو التامين الصحي. البلد هنا غاليه جدا في الموضوع ده، مش زي مصر، مش زي اوروبا، مش زي اماكن تانية. فالتامين الصحي هنا غالي. يعني مثلا التامين الصحي لواحد موجود هنا في سان فرانسيسكو ممكن يوصل ل $1500 في الشهر. فلازم تبقى فاهم ان التامين الصحي ده حاجه مهمه. في شركات بتعمله ب 400، في شركات بتعمله في اقل من كده. انا ما اقدرش انصحك في الحته دي، لان انا عشان بشتغل هنا فمتامن عليا التامين الصحي. بس انت لو جاي ولسه ما فيش شغل دور على تامين صحي هنا، لان انت هتخش المستشفى هيعملوا لك كل حاجه، هيهتموا بيك، هيعالجوك، كل حاجه تمام، وبعدين يبعتوا لك الفاتوره على الايميل بتاعك. هتلاقي الفاتوره الافات ومش هتعرف تدفعها، فاهمني؟ فانت لازم تعمل تامين صحي عشان ده اللي هيحميك. انت ممكن صباعك لا قدر الله يتعور، تروح المستشفى عشان تخيطه تلاقي نفسك دافع 6000 7000 جنيه دولار. لكن لو في تامين صحي الوضع بيكون مختلف. تمام. هنا هما مش هيسيبوك تموت، لكن هتدفع كتير. تاني حاجه رخصه السواقه. بص يا معلم، في حاجه اسمها الدي ام في، وده بيكون الهويه بتاعتك. انت ممكن بدل ما تعمل هويه ممكن تعمل رخصه السواقه. رخصه السواقه دي هنا مش معقده زي الامارات مثلا او بلاد تانية. هنا سهله، مش صعبه قوي. بس رخصه السواقه دي الهويه بتاعتك، دي مهمه جدا. اتعلم السواقه قبل ما تيجي وطلع رخصه دوليه عشان تقدر تسوق بيها كام شهر الاولانيين اللي انت موجود فيها هنا. لكن الرخصه هنا مهمه عشان لو انت عايز تشتغل اي شغلانه
بجانب الوظيفه بتاعتك، ده هتساعدك. في ناس كتير قوي هنا بتشتغل اوبر وحاجات زي كده، هحكي لك عليها بعدين، بس ده هيوفر عليك حاجات كتير، لان ساعات كمان الرخصه هتستخدمها زي الهويه بتاعتك او الاي دي بتاعك. هتكلم معاكم في فيديو تاني عن ازاي تطلع الرخصه هنا، فما تقلقوش. بس رابع حاجه لازم تعملها بعد ان انت تعمل التامين الصحي بتاعتك هي ان انت تطلع رخصه. الحاجه اللي لازم بعد كده ان انت تعلي الكريدت سكور بتاعك. ايه الكريدت سكور ده؟ بص يا معلم، هنا البلد كلها قايمه على الديون. يعني هنا مفيش واحد امريكي هيشتري بيت كده، يعني سيبك من اللي بيعملوا فيديوهات ويقول لك انا اشتريت بيت مش عارف بكام، انا جبت عربيه بكام. ايوه، كل ده بالديون يا معلم، بيروح بالكريدت كارد يدفع. طيب السكور بتاع الكريدت كارد بتاعك ده بيعلى كل ما بتروح تشتري حاجه، تمام؟ فانت لازم تقدر تعليه. يعني مثلا هتاخد الكريدت كارد تدفع بيه الايجار، بعد ما تدفع الايجار بتاعك في نفس اليوم تحط الفلوس دي من الحساب بتاعك تاني. فاهم قصدي ايه؟ فبساعتها يبان ان في حركه في الكريدت كارد بتاعك عشان السكور بتاعه يعلى. طب السكور ده هيفيدني في ايه؟ السكور ده هيفيدك بعد كده لما تروح تشتري، تأجر او تدفع عربيه، او تجيب عربيه بالقسط، او تجيب بيت وعايز تدفع القسط بتاعه. هنا مفيش حد بيشتري كاش، كله بيقسط. فاهمني؟ الحلم الامريكي هنا ان كله بيقسط. هنا سهل جدا يدوك قروض، فانت لازم تعلي الكريدت كارد بتاعك او الكريدت كارد سكور بتاعك. فاشتغل على الحته دي، روح مثلا اشتري حاجات من السوبر ماركت وحط الفلوس في الحساب بتاع الديبت كارد في نفس اليوم عشان ما بقاش فيه ديون. عشان هنا الناس كلها عبيده للديون، عشان تبقى عارف كل الناس هنا عبيده للبنوك، عشان البنك هنا ذليلهم وبياخد منهم فوائد وحاجات زي كده. فخد بالك من الحته دي، علي السكور بتاع الكريدت كارد بتاعك، لكن في نفس الوقت ادفع الكريدت كارد بتاعتك كل ما تشتري حاجه ادفعها وحول الفلوس للكريدت كارد. اللي بعد كده ما تستعجلش وتاخد اول شقه تلاقيها او اول غرفه تلاقيها، تمام؟ لازم تلاقي مكان وتأجره وتعيش فيه، بس دور كتير. دور على الحاجه اللي مش هتخليك تركب مواصلات، دور على الحاجه اللي تكون قريبه من شغلك، دور على حاجه تكون قريبه من كل حاجه، عشان هنا لو اتحدفت بعيد هيكون صعب. على حسب الولايه، في ولايات فيها مثلا مواصلات كويسه زي مثلا مدينه سان فرانسيسكو، لكن في اماكن في كاليفورنيا ما فيهاش مواصلات كويسه، الناس كلها بتعتمد على السيارات او العربيات بتاعتهم. فدور في السكن، خد وقتك اسبوعين 3 اسابيع تدور على السكن اللي انت محتاجه، عشان السكن ده هيفرق معاك بعد كده. فاهمني؟ سواء في الايجار، سواء في الانترنت، سواء في الحاجات الكتير اللي انت هتدفعها. وانت شفت في الفيديو اللي قبل كده الشقق هنا غاليه قد ايه. وشوف برضو الناس اللي انت هتعيش معاهم، لان مش كل الناس هنا تمام. حط في بالك الموضوع ده وحدد البادجت بتاعك. مش لازم اول ما تيجي تقعد في مكان لوحدك، ممكن تشارك مع حد. انا عن نفسي ما اقدرش اعمل ده، بس في ناس تقدر. انا ما بحبش اقعد في مكان فيه بني ادم تاني، بس في ناس تمام الموضوع ده ما عندهاش فيه مشكله. فانت انا من وجهه نظري اول ما تيجي وانت لوحدك شارك الشقه اللي انت تعيش فيها، وبعدين بعد فتره ابتدي دور براحتك. يعني اول سنه دي هتكون صعبه شويه، لاقي مكان اقعد فيه، جهز نفسك، ابتدي دور على شغل، ابتدي دور على حاجات تانية، وبعدين لما الحال يتحسن ان شاء الله تبتدي تدور على شقه تكون بمزاج بقى. يبقى دي الحاجه المهمه اللي بعد كده. السكن مهم جدا جدا جدا. في كل بلد في ابلكيشنز او تطبيقات على التليفون بتكون مهمه. يعني مثلا في مصر هتلاقي في التطبيقات بتاعه الدفع، زي اعتقد في مصر في انستا باي او حاجه زي كده. هنا برضو نفس الموضوع، في مصر تطبيقات لها علاقه بالمواصلات، هنا برضو نفس الموضوع. هنا في اوبر، وفي حاجه اسمها ليفت ده ارخص شويه من اوبر، ده تطبيق لازم تنزله برضو او ابلكيشن لازم تنزله. في الابلكيشنز بتاعه الدفع في مصر في انستا باي، هنا في حاجات زي كده، في زيلو، في فينمو، واعتقد معظم الناس بتستخدم فينمو. ما تقلقش، اول ما تيجي هنا هتلاقي التطبيقات دي موجوده على الابل ستور مثلا، او لو بتستخدم اندرويد مش عارف الاسم هناك ايه، هتلاقي التطبيقات دي موجوده. مش هتعرف معظم الوقت تنزل التطبيقات دي وانت في بلدك قبل ما تيجي، لان هي مش موجوده على الستور ابلكيشن ستورز اللي انت بتستخدمها في المنطقه اللي انت فيها. بس لما تيجي هنا هيكون هتلاقيها موجوده وتمام. معظم الناس زي ما قلت لك بتستخدم فينمو هنا في سان فرانسيسكو، ما اعرفش الوضع ايه في الولايات الثانيه، بس ده هيساعدك كتير قوي، هتعمل عليه حساب وهتقدر تدفع بيه حاجات كتير. ده الحاجه السهله اللي الناس بتدفع بيها. يعني مثلا هتروح تقعد في كافيه مع جماعه اصحابك وبعدين هتحاسبوا، فهتقسموا مثلا الفاتوره، فتلاقي كله يقول لك طب حولي الفلوس بفينمو. ده اللي بيحصل هنا. فالابلكيشنز دي مهمه جدا. الحاجه اللي بعد كده خط التليفون.
هنا الانترنت محترم يعني، فخط التليفون ده بيكون كويس. في شركات كتير قوي، انا مثلا استخدمت شركتين والشركات دي كلها بتقدم عروض من وقت للتاني. فهتلاقي مثلا في هورايزن وفي AT&T، مش فاكر ده الاختصار لايه، بس انت زي في مصر مثلا في اكتر من شركه كلهم بينافسوا بعض. هنا نفس الموضوع، الانترنت مهم جدا هنا لان الحياه من غير الانترنت هنا ما تنفعش. فاعمل خط، روح الشركه، هتلاقي في ناس كتير قوي هناك موجودين. ممكن تلاقي واحد بيتكلم عربي اصلا، معظمهم صحيح بيتكلموا اسباني لكن في ناس كتير قوي بيتكلموا عربي. انا مثلا اللي عمل لي الخط بتاعي كان فلسطيني، وبعدين اللي عمل لي الخط الثاني كان مصري. فما تقلقش، شوف الباقه اللي تناسبك هتدفع لها بالشهر، ممكن مثلا 30 او 40 دولار حاجه زي كده. كمان لو انت بتاخد البيت، ساعات الشقه اللي انت هتاخدها او الاستوديو اللي هتعيش فيه بيكون في شركه واحده بس هي اللي بتخدم في الحته دي. فخد بالك لان ممكن تشترك في الشركه الثانيه وما يكونش في سورس ليها او في شبكه بتدعمها في المنطقه اللي انت فيها، هتكون صعب. الانترنت بتاعك هيكون مش كويس. دي الشركات اللي موجوده. اول ما توصل زور ستور منهم وهتعرف اوبشنز اللي بيدوها لك او الباكج بتاعهم وتختار اللي يناسبك، وما تاخدش حاجه غاليه قوي في الاول. بعدين هتلاقي نفسك هتعمل راوتر في البيت او حاجه زي كده، هتعلي المبلغ اللي انت بتدفعه كل شهر يعني. النقطه دي في ناس كتير قوي ما بتحبهاش، بس انا شايف ان هي صحيحه ومفيده جدا جدا. اربط نفسك بمجتمعك او بمجتمع. يعني مثلا لو انت مسلم روح المسجد، لو انت مسيحي عربي روح الكنيسه، ده مفيد. لو انت ما عندكش مسجد في المكان اللي انت فيه بس في كنيسه فيها عرب، روح الكنيسه. لو انت مسيحي وما عندكش كنيسه، وده مش هيكون يعني مش كتير هنا في المنطقه اللي انت فيها، بس في مسجد فيه عرب، روح وتعرف عليهم. الدين لله. بس الفكره هنا ان انت بتربط نفسك بالمجتمع ده. انا عارف ان في شويه عرب او مصريين يقول لك انا ما اقعدش مع عربي، انا ما اقعدش مع مصري، انا ما اقعدش مش عارف مع ايه. صابعك مش زي بعضها. في كل جنسيه في الحلو والوحش، ومعظم الناس اللي بتروح المسجد او بتروح الكنيسه او بيت ربنا بشكل عام بيكونوا ناس محترمين. ده هيساعدك تفهم حاجات كتير، هيساعدك يكون حواليك ناس. اول مشكله بتقابل الناس اللي بيسافروا بلد تانية الصدمه الثقافيه. فانت لما بيكون معاك حد من ثقافتك ده بيسهل عليك حاجات كتير. يعني انا صديقي اللي هنا هو سوري ودرزي ومالوش علاقه بالديانه بتاعتي خالص، بس بيحسسني دايما ان انا لسه مرتبط بثقافتي وبهويتي، وده اهم حاجه. في اوقات هتحتاج ان انت تتكلم اللغه بتاعتك، في اوقات هتحتاج ان انت حد يكون فاهمك، في اوقات هتحتاج ان انت يكون معاك حد يسمعك، في اوقات بتحتاج يكون يا اخي تتفرج على مسرحيه للعيال كبرت تلاقي حد قاعد جنبك بيضحك. فاهم الفكره في ايه؟ مش لازم تقعد تترجم وتشرح. وجودك وارتباطك بمجتمعك هنا مفيد جدا 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 جدا. نفس الموضوع بالنسبه لبلدك. في بعض الاماكن بيكون في ناس فيها حلوين وبعض الاماكن في ناس فيها وحشين. في المسجد او في الكنيسه هتقابل كل الناس، وانت وخبرتك في الحياه تقدر ترتبط بالناس دي او لا. فاوعى وابعد عن الناس اللي بيقولوا ابعد عن العرب، ابعد عن المسلمين. لا 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 خالص. ارتبط بمجتمعك، ارتبط بمسجدك، ارتبط بكنيستك. ده هيسهل عليك حاجات كتير كتير كتير، خصوصا النفسيه والتفكير. منتلي انت محتاج ده خصوصا اول ما تيجي. في حاجه برضو مهمه جدا، ان انت تنظم الميزانيه بتاعتك من اول ما تيجي، تعملها بالورقه والقلم. امريكا بلد المصاريف المفاجاه. يعني ممكن في سنه تلاقي نفسك سحب من حسابك مبلغ، او لا قدر الله تعبت او حاجه زي كده ومحتاج تدفع فلوس كتير، والواقعه هنا فلوسها كتير قوي. فانت لازم تنظم مصاريفك كل شهر، تبقى عارف انت البادجت او المبلغ اللي انت حاطه تصرفه كل شهر قد ايه. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا البادجت ده بيكون الاكل والشرب والكهرباء والمواصلات وكله، وحاول على قد ما تقدر ما تتخطاش البادجت ده. الحاجه الثانيه، معظم الحسابات البنكيه هنا اعتقد في مصر كمان او في اي حته في الجزء بتاع السيفنج. يعني مثلا كل ما بينزل مرتبك في مبلغ لوحده اوتوماتيكي كده بيروح رايح لحساب السيفنج بتاعك او حساب السيفنج التوفير بتاعك كل شهر. فهنا كمان القبض بيكون بالساعه، وساعات القبض بينزل او الراتب بينزل على نصين، في نص الشهر في اول 10 ايام من الشهر وفي اخر 25 يوم في الشهر. حاول ان انت يكون في مبلغ لوحده بيتحسب بيروح على الحساب بتاع التوفير بتاعك او السيفنج بتاعك كل شهر تحسبا لا قدر الله لاي حاجه ممكن تحصل. ده هيساعدك كتير جدا. بس برضو نظم امورك واعرف بتدفع قد ايه وبتصرف قد ايه كل شهر. كمان لو انت جاي هنا
والفهلوه، وهتعرف واحده امريكيه وهتعيش بقى في دور النمر الاسود ومحمد ومش عارف ايه. خلصوا. انا كنت في المول من كام يوم، 80% هنود والله العظيم، 80% من الموجودين هنود. فانا بالنسبه لي مثلا اللغه الثانيه هتبقى في امريكا بعد 10 سنين من دلوقتي هتبقى هندي، فانت هتتعلم انجليزي وهندي واسباني. فانسى الحته دي، ركز شويه اكتر على نفسك، ده نصيحتي. تاني حاجه، سيبك من اللي بيقعد يقول لك انا بصرف $100 في سوبر ماركت، انا بعمل ايه في مش عارف ايه، انا اشتريت بيت. هنا كل ولايه ليها وضع مختلف، هنا كل مدينه ليها وضع مختلف. الاسعار في سان فرانسيسكو مختلفه تماما عن الاسعار في ديلي سيتي، وبيننا وبين ديلي سيتي 20 دقيقه بالعربيه. مختلفه تماما عن الاسعار في ساو ساليتو، وبيني وبينها 20 دقيقه بالعربيه. في كل مكان في اسعاره. البلد هنا واسعه وكبيره جدا جدا. في فرق توقيت 7 ساعات مثلا ما بين واشنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو. هنا فالبلد هنا كبيره قوي، اعتقد 50 ولايه تقريبا. فالاسعار مختلفه. الشقه هنا عامله مثلا 3000 4000، شقه في ولايه ثانيه تعمل لها $800. فما تركزش في ده قوي، لان كل ولايه مختلفه. اهم حاجه قبل ما تيجي ان انت تشتغل على نفسك انت. هنا الوضع مختلف. في البلاد التانية انت ابن الشركة، انت بتشتغل للشركة، انت بتشتغل ليهم. هنا انت بتشتغل على نفسك، مش حتى لنفسك، على نفسك. يعني انت لازم تدرس، لازم تاخد كورسات قبل ما تيجي امريكا. نصيحتي ليك، وانا للاسف ما عملتش كده، اتعلم صنعه، نجاره، حداده، سباكه، اي حاجه من الحاجات دي. هنا الناس دول او اصحاب القمصان الزرق زي ما بيقولوا، دول بيكسبوا كويس. هنا اتعلم صنعه في بلدك قبل ما تيجي. انزل عند نجار، روح اشتغل مع سباك، روح اشتغل مع مبيض محاره. اتعلم الصنعه دي كويس جدا قبل ما تيجي، لان صدقني هتنفعك قوي. يمكن انا المهنه اللي انا اشتغلت فيها شويه ما ساعدتنيش قوي هنا، عشان برضو شغلي. يعني انا كنت شغال سعودي زي الناس بيقولوا، قعدت سنتين مثلا، عرفت شويه عنها، بس برضو مش قوي فيها. يعني افهم بس مش قوي فيها. المهن دي كويسه قوي هنا. بس خد بالك من حاجه، لو انت جاي عشان حلمك ان انت تفتح عربيه كبده في الشارع، خليك في بلدكم احسن. افتحها في بلدكم، على الاقل هتلاقي ناس كتير قوي بياكلوا حلال. خلي ده هدفك دايما عالي، انت تدرس، تعمل ماجستير، تعمل دراسات كتير قوي، تفهم، تشتغل على نفسك. لكن انت جاي هنا عشان الحاجه سعرها ارخص في ولايه ومش في ولايه ثانيه، او انت جاي عشان تفتح عربيه اكل في الشارع، يعني ده طموحك، اقعد في بلدكم احسن. خلي طموحك دايما عالي، واتعب على نفسك. المهم، البلد هنا فيها فرص كتير، واحنا بنشتغل اكتر من اي حد تاني، ودي حاجه كويسه. لكن في نفس الوقت الفهلوه مش كويسه. البلد هنا بيبان فيها الفهلوي من اللي بيتعب وبيشتغل على نفسه. الفهلوي ما بيمشيش، سواء في اوروبا او في امريكا او في اليابان او في الصين. الشخص اللي بينجح هنا هو الشخص اللي بيتعب على نفسه، سواء في دراسه او في تعلم. خلي دايما عندك فرصه انت تتعلم، ويبقى عندك خبرات جديده في مجالات مختلفه. ومش بس في مجالات مختلفه، كمان في مجالك انت. لازم تبقى احسن واحد في مجالك انت. دي الحاجات اللي لازم تعملها اول ما تيجي امريكا. ويا رب يكون الحاجات دي مفيده يعني، وصدقني الحاجات دي هتشكرني عليها بعد سنه من وصولك لامريكا. والسلام عليكم.